انا عايز اسال سؤال. الناس اللي بتقول لي انت حارمنا من الفراخ ليه؟ كان الدكتور النهارده اللي كان عندي ده استاذ في طب بيطري وكونسلتنت في شركات الاعلاف بتاعت الدواجن، وكان قاعد يتكلم معايا على دوره اعداد الدواجن وازاي بيحقنوها ميثايونين وبيحقنوها كولين عشان تقدر الفرخه تقوم من 40 جرام كتكوت تبقى 2 كيلو في 33 يوم. فاهم؟ فمدي الراجل مدي ايه؟ مدي كولين ومدي ميثايونين عشان دول النيتروجينز بيزس اللي هي القواعد النيتروجينيه اللي هكون منها فوسفوليبيد. يا باشا انت عمال تغذي الفراخ بكلام والفرخه تطلع في الاخر الفايبرز بتاعتها ما تتهضمش. فاما انا بقول الكلمه دي قال لي حضرتك تعرف في بيبرز معموله عن حاجه اسمها وودن بريست. يعني ايه وودن بريست؟ يعني صدر الفرخه. ودي بيبرز هو دكتور بيطري واستاذ في الطب البيطري، فقال ان صدر الفرخه بيبقى فيه فينومينا او ظاهره اسمها وودن بريست. يعني الصدر لما تيجي تاكل اللحمه تقف في حلقك. وودن يعني خشبي. فبقول له، قال لي هم حاولوا يقللوها وعشان كده دايما يحطوا الشيفس او الناس اللي بتنصح بطبيخ الفراخ دايما بتغطسها في سوائل تعصرها، في سوائل تهضمها بره، في سوائل تخليها مور جوسي. تحطها في تتبيله، في توم، في بصل، في خل، في ليمون. انت فاهم؟ عشان تخلي البريست. ده الكلام اللي انا كنت بحكيه وانا مش دارس الحته دي وما فهمهاش. انا القصه ببساطه الياف دي الياف سو راف. انت ازاي هتاكلها؟ ازاي هتهضمها؟ ما فيهاش اي شحم ماسكها في بعضيها. ده غير الحقن اللي بتاخدها، غير بقى المزارع اللي هنا اللي بتديها جنتامايسين، غير السالمونيلا اللي هي انديميك فيها، يعني تعتبر من الاورجانيزم اللي عايشه جواها. وودن بريست الصدر الخشبي. الصدر يعني صدر الفرخه بيبقى خشبي، فيجي تاكلها تقف في حلق الكلاينت. فخلي اللي يسوق لها حطها في التتبيله. يقوم يطلع رأي بطيخه هناك يقول لك التتبيله دي مسرطنه عشان تبقى انت عايش في المتاهه. لا انت عارف التتبيله اللي مسرطنه ولا الفراخ اللي مسرطنه، ولا انت السرطان جالك لوحدك؟ انت تهت في صدر الفرخه هو لوحده مضر ولا بيتانه في التتبيله بالشهور مضر؟ الله، ما انت تهت بقى في الحوار يا باشا. هو خلق لك اراء وخلق لك جبهات، بس المهم الفراخ ما تستغناش عنها. هي البديل الامن والاصح لكل الحالات. هتوفر لك الكولين في البيضه وهتوفر لك البروتين في صدر الفرخه. هتاكلها سهله في بانيه وابنك ياخدها معاه اللانش بوكس. هتلاقي العيال ما بتشبعش، هتلاقي الواد لغده كده ووركه كده ومخه تخين. يقول لك الواد جايبين لهم مدرسين في البيت مش عارفين نعمل معاه ايه تاني. زغزغوا في اللباليب يمكن الواد يقوم يسهلل كده ويبقى يعني انت فاهم. ترجع يقول لك ايه، هو بيلعب حديد، يكون مات من الهرمونات. يا باشا هو بياخد الهرمونات يوميا في الفراخ، ده غير بياخدها بقى ببكتيريا متنشطه بخلاصه مضاد حيوي في جسمها. انت فاهم؟ بالياف ما بتتهضمش. انا عايز اسال سؤال. الناس اللي بتقول لي انت حارمنا من الفراخ ليه؟